السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، ايه الأخبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يلا بينا نبدأ النهاردة ناخد أول موضوع معانا من موضوع البيولوجي. شابتر السيل من الشباتر اللي تعتبر شباتر الفاونديشن، الشباتر السهلة البسيطة. هنقسمه إن شاء الله على 3 فيديوهات، على 3 حصص، عشان تبقى ايه تسخين كده وتكون الدنيا لذيذة إن شاء الله. يلا بسم الله. يعني إيه ذا سيل؟ ذا سيل بالعربي بنقول السيل دي هي الخلية، معناها بالعربي الخلية. طب يعني ايه الخلية برضو؟ The cell is the building unit of all living things. هي وحدة بناء جميع الكائنات الحية. كل الكائنات الحية بلا استثناء بترجع لأصغر يونت فيها هي ذا السيل. السيل دي بتيجي بعد كده living cells صغيرة تتجمع مع بعضها تعمل لي تيشو يعني نسيج. التيشو ده بيكون مجموعة من الخلايا المتشابهة group of similar cells do the same function together. يبقى ده التيشو. طيب تيشو جنب تيشو جنب تيشو هيعملوا لي اورجان يعني عضو، زي الاستومك في الصوره كده. استومك يعني المعده. المعده دي عباره عن اورجان. اللنج اورجان، الهارت بتاعنا اورجان، الليفر اورجان. اورجان يعني عضو. الاورجان عباره عن جروب اوف تيشوز functioning together. طيب الاورجانز مع بعضها هتعمل لي سيستم. يعني هل المعده لوحدها هي اللي بتهضم؟ المعده لوحدها مسؤوله عن الهضم، ولا هي موجوده جزء من دايجستيف سيستم كبير بادئ من هنا كده من عند الماوس والاسوفيجاس، هنا الاستومك، هنا الانتستين، السمول انتستين، اللارج انتستين، الريكتوم. لا، هو دايجستيف سيستم كبير. يبقى الاورجنز بتتحد مع بعضها علشان تديني سيستمز. وانا كانسان او الاورجانيزم او الانديفيدوال عباره عن مجموعه من السيستمز مع بعضها عشان يديني الانديفيدوال بتاعنا. تعالى نقرا الكلام ده تاني. السيل تديني تتجمع مع بعضها تديني تيشو. التيشو هيبقى اورجن. الاورجن هيبقى السيستمز، هيجمع لي السيستمز. السيستمز مع بعضها هتديني الاورجانيزم على بعضه او الانديفيدوال على بعضه زي الهيومن. تيشو similar cells regarding structure and function. الاورجن different tissue acting together. السيستم different organs acting together. طيب العلماء قعدوا يفكروا وحطوا مروا مراحل كتير قوي في تطور السن. من اول ما اكتشفوا الميكروسكوب وقعدوا يشوفوا خلايا الفوم وخلايا مش عارف ايه، ومروا مراحل كتير قوي لغايه ما استقروا مؤخرا على نظريه اسمها المودرن سيل ثيوري، ودي اللي احنا معتمده النهارده وماشيين بيها النهارده. النظريه دي بتقول لنا ايه؟ هي مش هي ترقى صراحه من سيل ثيوري، ترقى ان هي تكون فاكت مش مجرد ثيوري. يعني هي في الحقيقه ويل بروفد وعليها ايفيدنس من كذا اتجاه. طيب بيقول لك ان ال all living things are composed of cells. جميع الكائنات الحية تتكون من خلايا، ايا كان نبات، حيوان، فطر، يعني اميبا، الاسفنج اللي في البحر. طالما كائن حي يبقى هو وحدة بناءه هي الخلية. طيب والسيلز are the basic unit of all living organisms. هنا عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول ان السيلز دي هي اصغر وحدة بنائية، اصغر حاجة ممكن تبقى مميزة للكائن الحي، مفيش اصغر منها. ان الحاجات اللي اصغر من السيل اورجانيلز والحاجات دي ما تقدرش تميز كائن حي بذاته، لكن السيلز are the basic unit of all organisms. طيب بقول لك ان مفيش خلية موجودة النهاردة وجدت من العدم، وانما الخلايا اللي موجودة بتنشأ من السيل ديفيجن بتاع بري اكزيستنج سيلز. احنا يعني انت شخصيا، انت وانت قاعد بتسمعني كده، انت جيت منين؟ ان بابا وماما كل واحد فيهم تبرع بجميد، زي ما ناخد شابتر البرودكشن ان شاء الله. خليه صغيره فيها 1 ان اتحدت مع خليه تانية عملوا لي الزيجوت، بقت خليه واحده فيها 2 ان. فضل الخليه دي تنقسم كتير 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 كتير، يعني اثناء التكوين الجنيني بتاعك لغايه ما عملت منك انسان. النبات بنيجي نزرعه، بناخد بذرة من نبات قديم ونزرعها في الأرض عشان يطلع لي نبات جديد. ف all cells arise from pre-existing cells. ودي معلومة مفيش فيها فصول. طيب بيقول لك إن معظم حجم الخلايا بيتراوح ما بين 10 ل 100 مايكروميتر. حد عارف المايكرو ده أصغر من النانو ولا النانو أصغر من المايكرو؟ والتفاصيل دي هناخدها قدام شوية وهي حاجات سهلة. المايكرو طبعا أكبر من النانو. بيقول لك ان معظم السيلز بتكون حجمها من 10 ل 100 مايكروميتر. الخلايا الصغيره بتكون 10 زي البروكاريوتس، الخلايا الكبيره شويه بتوصل ل 100 مايكرو، مش اكتر من كده. طيب في عندي حاجتين او 3 حاجات مشتركين في جميع انواع الخلايا بلا استثناء. الخلايا كده زي ما هناخد كمان شويه او هناخد في الفيديو اللي جاي، ان الخلايا انواع. في خلايا بدائيه شويه بنسميها البروكاريوتس، في خلايا متقدمه عنها الايوكاريوتس، في من تايبس مختلفه من الخلايا. لكن
علشان اقدر اقول على اللي قدامي دي سيل لازم يكون عندها 3 حاجات. مفيش سيل في الدنيا ما عندهاش 3 حاجات دول. اول حاجه السيل ممبرين. انا عشان اقول ان المكان ده سيل لازم يكون حواليه سور محوط بيه. يعني هنا في ممبرين حوالين السيل يحدد لي السيل دي بتبدا فين وتنتهي فين. فاي خليه في الدنيا مهما كان نوعها عندها سيل ممبرين. السيل ممبرين ده هو اللي بيبين لي الباوندرز بتاعت السيل. وكمان هنا بيقول لك ان هو ريجوليت الباسج اوف ماتيريالز بتوين ذا سيل اند اتس سراوندينج، بيعرف ايه اللي داخل وايه اللي خارج. اي سيل في الدنيا عندها نيوكليك اسيد، الحمض النووي. تسمعوا دايما عن الدي ان ايه والار ان ايه والحوارات دي. فاي خلايا في الدنيا بلا استثناء عندها نيوكليك اسيد ايا كان نوعه ايه. ممكن يبقى دي ان ايه، ممكن يبقى ار ان ايه، ممكن يبقى كومبلكس، ممكن يبقى سمبل، ممكن يبقى انكلوزد انسايد ا نيوكليوس، ممكن يبقى فري في السيتوبلازم وزاوت نيوكليوس. مش مشكلتي، على حسب السيل نفسها. لكن مفيش سيل في الدنيا ما عندهاش نيوكليك اسيد. ليه؟ النيوكليك اسيد ده ضروري عشان هو اللي بيدايركت السيل اكتيفيتي وكنترول الانهيرتنس ويتحكم في الوراثه بتاعتها. يبقى هنقول تاني، اي خليه في الدنيا مهما كان نوعها لازم يكون عندها سيل ممبرين، لازم يكون عندها نيوكليك اسيد. طيب هنا مكتوب حاجه ثالثه، الريبوزوم. بص انا هحكي لك قصه سابقه لاوانها شويه، هناخدها بالتفصيل قدام احنا بنتكلم في شابتر المولكيولار بيولوجي. بس تعالى ندردش مع بعض نفتح كلام كده عشان احنا في اول مره. الدي ان ايه ده موجود في النيوكليوس بتاع معظم الخلايا. طب الدي ان ايه ده عامل زي ايه؟ الدي ان ايه ده زي الملك اللي قاعد في القلعه بتاعته اللي هي النيوكليوس، اللي بيتحكم في الخليه كلها. طيب لما الدي ان ايه بيحب يدي اوامر للخليه، هل بيطلع بنفسه ينفذ الامر ولا بيبعت رسول بالامر؟ الدي ان ايه اللي قاعد جوه النيوكليوس بيبعت رسول اسمه الام ار ان ايه، يطلع يروح يخش جوه النيوكليوس ياخد الامر من الدي ان ايه ويطلع بره. يبقى دي تاني كلمه ركز معايا، ام ار ان ايه. هيتكون فين الام ار ان ايه؟ جوه النيوكليوس ويطلع بره. طيب مين اللي هيستجيب للرسول وينفذ الامر؟ الريبوزوم. الريبوزوم بياخد الكود اللي جاي مع الرسول، اللي بياخد الكود اللي جاي مع الام ار ان ايه ويصنع منه بروتين. بيصنع منه البروتين الخاص بالكود. طب هو مين اللي اتحكم في الكود؟ الدي ان ايه اللي جوه. طيب مين اللي صنع البروتين؟ الريبوزوم، بناء على تعليمات الدي ان ايه او بناء على تعليمات النيوكليك اسيد. يبقى الريبوزوم هيصنع لي البروتين بناء على تعليمات النيوكليك اسيد. طيب لو انا عندي نيوكليك اسيد بس النيوكليك اسيد ده مفيش جنبه ريبوزوم، يعني ما بيصنعش بروتين، انا استفدت حاجه من النيوكليك اسيد؟ قدر النيوكليك اسيد يقوم بالفانكشن بتاعته ان هو يدايركت السيل اكتيفيتي ويتحكم فيها؟ لا. يبقى طالما في نيوكليك اسيد يبقى لازم يكون في بروتين سينسز، والبروتين سينسز بيحصل فين؟ بيحصل في الريبوزوم. علشان كده اي خليه في الدنيا زي ما فيها نيوكليك اسيد لازم يكون فيها الريبوزوم. حلو الكلام؟ طيب هناخد النهارده مع بعض ايه؟ هنتكلم النهارده في شويه اورجانيلز هي مكونات الخلايا، الاستراكشر بتاع السيلز، مما تتكون الخلايا. الاستراكشر اللي انا هقولها لك النهارده دي مش لازم بالضروره تكون موجوده في كل السيلز. انا قلت لك مثلا ان السيل ممبرين موجود في كل الخلايا اللي في الدنيا، خلاص ماشي. كمان شويه مثلا هكلمك عن حاجه زي الميتوكوندريا. هل كل الخلايا اللي في الدنيا فيها ميتوكوندريا؟ لا مش بالضروره. هكلمك كمان شويه عن حاجه اسمها الكلوروبلاست، البلاستيدات الخضراء. هل كل السيلز في الدنيا عندها كلوروبلاست؟ هل السيلز بتاعت حضرتك عندها كلوروبلاست؟ لا، دي حاجه موجوده في البلانت سيل بس مش موجوده في الانيمال سيل، وفي حاجات تانية موجوده في الانيمال سيل مش موجوده في البلانت سيل. لكن انا النهارده هشرح لك كل الاورجانيلز اللي ممكن تكون موجوده في اي سيل في الدنيا. اولهم واهمهم على الاطلاق ذا سيل ممبرين، او له اسم تاني ذا بلازما ممبرين. البلازما ممبرين ده اللي هو بيعمل ايه؟ اللي بينكلوز السيل، اللي هو لو عندي ده منظر السيل فهو الخط اللي محوط بالسيل من اولها لاخرها. تمام؟ طيب البلازما ممبرين هل انا اقدر اشوفه بعيني او تحت الميكروسكوب العادي؟ لا انا ما اقدرش اشوفه. seen only by electron microscope. طيب البلازما ممبرين، الكلمتين اللي بالاحمر دول يا شباب اهم كلمتين تعرفهم عن البلازما ممبرين. اول كلمه ان هو selectively permeable membrane، ان هو غشاء بالعربي بنقول عليه شبه نفاذ. يعني ايه شبه نفاذ؟ يعني يسمح بمرور بعض الاشياء ولا يسمح بمرور الاشياء الاخرى. بلفظ تاني كانوا بيقولوها selectively permeable، يعني نفاذيه اختياريه.
بيختار ايه اللي يعدي وايه اللي ما يعديش بمزاجه؟ لا اكيد مش بمزاجه، اكيد حسب السيل نيدز وحسب الخليه محتاجه ايه ومش محتاجه ايه. مثال مشهور قوي، السيل ممبرين يا شباب بيسمح ان الميه الووتر تعدي من جوه لبره ومن بره لجوه، تمام، لكنه ما يسمحش ان السولتس اللارج سولتس او ان البروتين مولكيولز تعدي من خلاله، تمام، على حسب احتياجات السن. لكن في حاجات صغيره بتعدي من خلاله زي الووتر، الحاجات الكبيره ما تقدرش تعدي من خلاله بسهوله، تمام. يبقى ده اللي محتاج تعرفه دلوقتي، واحنا بنتكلم في السيل ترانسبورت هنتكلم في النقطه دي بالتفصيل الممل. بس اعرف دلوقتي ان السيل ممبرين من خصائصه ان هو سيلكتيفلي بيرميبل، يعني شبه نفاذ، يعني عنده نفاذيه اختياريه، بيسمح بمرور، اكتب بالعربي عندك، يسمح بمرور بعض الاشياء ولا يسمح بمرور الاشياء الاخرى، تمام. طيب، مما يتكون السيل ممبرين؟ السيل ممبرين مصنوع من ايه؟ It consists of phospholipid bilayer، ونحط خطها تحت بالاحمر، هي عليها خط بالاحمر زي ما هي ايه قدامك. الفوسفوليبيد بايلير. فوسفوليبيد، كلمة ليبيد يا شباب زي ما هناخد في الحصة رقم 5 تقريبا، ليبيد يعني دهون، فوسفوليبيد يعني فوسفوليبيدات، دهون بس ماسك فيها فوسفات، ماسك فيها شوية فوسفات. يبقى ده مركب هناخده بالتفصيل بعدين، مصنوع من ايه؟ مصنوع من الليبيدات، من الدهون بجانب الفوسفات مع بعض. طيب باي لاير يعني طبقتين. بصوا معايا كويس على الرسمة دي كده، الرسمة دي ظاهر فيها ايه؟ ظاهر عندي ان انا عندي هنا يعني كور زرقاء، بصوا كويس هنكبر وتلاقيها واضحه عندك على اليمين اهي. الكور الزرقاء دي كل كره زرقاء نازل منها خطين برتقاني، وتحت كره زرقاء خطين برتقاني. كره زرقاء مع خطين برتقاني ده كده عباره عن الفوسفوليبيد مولكيول. الكره الزرقاء دي بنسميها الهيد، والخطين اللي نازلين منهم برتقاني دول الايه؟ التيلز بتاعها. طيب اللي فوق ده عباره عن ايه؟ مولكيولز من الفوسفوليبيد لازقه في بعضها. طيب وتحتها في صف تاني، يبقى صف فوق وصف تحت، عشان كده بنسميها باي لاير. They are two layers of phospholipid، تمام. يبقى اهم مكون عندي في الفوسفوليبيد في السيل ممبرين ان هو فوسفوليبيد باي لاير. في معلومه لطيفه هناخدها برضو قدام شويه، بس خلينا نقولها دلوقتي. ليه الفوسفوليبيد موجود على شكل الباي لاير؟ ليه مش وان لاير؟ ما وان لاير كانت ممكن تبقى كفايه. هقولها دلوقتي بسرعه، واللي ما فهمهاش مش مشكله، هنفهمها بالتفصيل في وقتها. الفوسفوليبيد يا شباب عباره عن هيد وتيل. الهيد ده اللي هو لونه ازرق بيحب الميه، له اسم بعد كده هيدروفيليك. والتيل اللي هو البرتقاني هيدروفوبيك، بيكره الميه. يبقى الفوسفوليبيد فيه حتتين، حته بتحب الميه وحته بتكره الميه. وانا هيبقى عندي معضله ان السيل من جواها في سيتوبلازم ده عباره عن ميه، وبراها اكسترا سيلولار فلويد برضه ميه، فالسيل جوه ميه وبره ميه. طيب السيل ممبرين يجيب الحته اللي بتحب الميه ناحيه جوه ولا ناحيه بره؟ مشكله. يجيب الحته الزرقاء جوه ولا بره؟ طيب فربنا عز وجل لما خلق لنا السيل ممبرين خلقوا تو لايرز، علشان انت الحته اللي جوه بتحب الازرق، بتحب الهيد، حط لها هيد بيحب هيدروفيليك، والحته اللي بره بتحب الازرق حط لها هيد هيدروفيليك. طيب والحتتين اللي بيكرهوا الميه، لا بصوا انتوا لبعض، ما تزعلوش نفسكم، ما تروحوش ناحيه الميه، بصوا لبعض والزقوا في بعض. انت بتكره الميه بس ما بتكرهش اخوك. فبالتالي بقى عندي السيل ممبرين من جوه خالص هيدروفيليك، ومن بره خالص هيدروفيليك برضه، بيحب الميه من جوه ومن بره، وده السر وراء كلمه باي لاير، عشان كده هي كلمه مهمه. طيب السيل ممبرين بيتكون من الباي لاير بس، من الفوسفوليبيد بس، ولا في حاجات تانية؟ لا في حاجات تانية زي البروتينز مثلا. البروتين زي ده كده انتجرال بروتين بيشارك في بناء وتثبيت السيل ممبرين. بس بص على ده بروتين برضو، بس البروتين ده شانل بروتين. شانل بروتين يعني ايه؟ يعني هو زي ماسوره، زي بوابه. مش احنا قلنا ان في حاجات بعض البارتكلز ما تقدرش تعدي من السيل ممبرين علشان فتحات السيل ممبرين ضيقه؟ بس ايه اللي هيحصل لو انا فتحت لها بوابه خاصه بيها تعدي منها، بوابه مصنوعه من البروتين؟ يبقى البروتين ممكن يعمل لي شانل بروتين زي ده، تمام. يبقى ده انتجرال بروتين، ده تشانل بروتين بيساعد في السيل ترانسبورت. طيب بس كده؟ لا في انواع تانية من البروتين. شايفين ده جلايكوبروتين. الجلايكوبروتين ده عاده بيكون ريسبتور مستقبل، يستقبل الاشارات اللي جايه للايه، للخليه دي. احيانا بيكون عندي زي جلوبيولار بروتينز دي،
احيانا بيكون عندي بريفرال بروتين، انواع كتيره من البروتينز، بعضها برضو بيشتغل كانزيمز بتتحكم في السيل ريجوليشن، بتتحكم في تفاصيل السيل. بعضها بيكون مميز للخليه، يعني مثلا دي خليه في الليفر، فعشان الهرمونز اللي ماشيه في الدم تعرف فين خليه الليفر، ده زي انتيجين من بره اسمه انتيجين، بيقول انا خليه كذا. عشان اي حد مش عارف انا مين، ده اليافطه اللي مكتوب على الخليه من بره بتقول انا بتاع كذا. ده بيكون برضه مصنوع من البروتين، بيكون موجود منه يا شباب على خلايا البكتيريا مثلا. عشان لما البكتيريا تخش جسمك، ازاي جسمك بيعرف ان دي خليه بكتيريا؟ عشان هي موجوده على السيل ميمبرين بتاعها من بره حته بروتين بتقول انا خليه كذا، انا بكتيريا كذا. تمام. يبقى الفانكشن بتاع البروتينز اللي في السيل ميمبرين ممكن يكون ريسبتور، ممكن يشتغل كانزيم، ممكن يشتغل كريكوجنيشن ماركرز، دي اللي احنا بنقول عليها الانتيجين، وممكن كمان يهلب في السيل ترانسبورت زي ما قلنا في الايه، في الشانل بروتين اللي موجوده قدامنا دي. تمام. دي الفانكشنز بتاعت البروتين اللي موجوده عندي. طيب البلازما ممبرين يتكون من فوسفوليبيد بايلير، وبيتكون كمان من شويه بروتين منتشر جواه خلصناهم. بس كده لا، ممكن يبقى فيه شويه كوليسترول مولكيولز زي اللي هم دول. ايه فايده الكوليسترول مولكيولز؟ الكوليسترول مولكيولز embedded with the membrane making it less fluid and more stable. ممكن حتى نعلم على more stable بس. يبقى الكوليسترول مولكيول فائدتها ايه؟ بتخلي السيل ممبرين more stable. طيب يبقى احنا قلنا فوسفوليبيد، قلنا انتجرال بروتينز، قلنا كوليسترول. وهنا قال لك ايه؟ الكوليسترول ده موجود في كل السيلز؟ لا، ده موجود في السيل ممبرين بتاع الانيمال سيلز بس. اخر حاجه معايا بيكون في كربوهيدرات تشينز. الكربوهيدرات تشينز دي برضو بتاكت از انتيجنز ولها فانكشنز ثانيه بتساعد في السيل ممبرين. السيل ممبرين من اهم الحاجات اللي محتاج اذاكرها في الايه، في الاورجانيزم بتاعتنا النهارده. طيب يبقى ده السيل ممبرين، اعرف عنه كلمتين ما تنساهمش. كلمه ان هو سيلكتيفلي بيرميبل، الكلمه الثانيه ان هو يتكون من فوسفوليبيد بايلير. تعال نشوف اللي بعده. السيل ممبرين ده اللي من بره خالص. طب الميه اللي جوه الخليه دي اسمها ايه؟ اسمها السيتوبلازم. الانتاير ريجون بتوين النيوكليوس اللي هي الحمراء دي والبلازما ممبرين، المكان ده كله على بعضه اسمه سيتوبلازم. تمام. يبقى اي حاجه جوه الخليه بنقول عليها في السيتوبلازم. السيتوزول ده قصده على الحته في السيتوبلازم اللي مفيش فيها اورجانيلز، الميه بتاعت السيتوبلازم. مش مهم قوي اعرف كلمه السيتوبلازم، ده اللي يهمني. طيب تالت حاجه معايا النيوكليوس. مين هي النيوكليوس؟ ده النيوكليوس دي هي الملكة. النيوكليوس دي مركز القيادة بتاع السيل. النيوكليوس دي هي النواة. طيب هل كل الخلايا اللي في الدنيا عندها نيوكليوس؟ لا، دي الخلايا المتقدمة بس اللي بنسميها ايوكاريوتيك سيلز، اللي هي ترو نيوكليوس سيلز. تمام. في خلايا بدائية ما عندهاش نيوكليوس. بس افتكر المعلومة اللي قلتها لك في الأول، إن أي خلية في الدنيا عندها نيوكليك أسيد، عندها دي حتة من الدي إن إيه. ممكن تكون جوه النيوكليوس زي الخلايا بتاعتي وبتاعتك، وممكن تكون في الفيروس مثلا شريط دي ان ايه كده مرمي وخلاص صغير. بس اي خليه عندها دي ان ايه. طب اي خليه عندها نيوكليوس؟ لا، مش شرط. طيب مما تتكون النيوكليوس؟ الاول النيوكليوس دي عندها ممبرين خاص بيها. يعني لازم تعرف النيوكليوس اللي هو المنظر ده عندها ممبرين يحاوطها يفصلها عن الاورجانيلز الثانيه. يعني بص هنا، ده السيل ممبرين بتاع السيل كلها، ودي الاورجانيلز. النيوكليوس حواليها السور الخاص بيها، وده منطقي. لو انا عندي مدينه هحط سور حوالين المدينه كلها، وهاجي حوالين اصل الرئاسه احط سور خاص بيه. منطقي جدا. النيوكليوس عندها ممبرين خاص بيها. طب الممبرين بتاعها 1 لاير ولا 2 لاير؟ لا، ده دبل لاير. شايفين الحته دي؟ يعني بص الحته دي هو عمال ايه، ده كده لاير ويلف هنا يعمل لي لاير تاني. يبقى دي لاير ودي لاير تاني. واضحه اهي لاير ودي اللاير التاني. يبقى لو جيت انا عشان اعدي كده هعدي ب2 لايرز من السيل ممبرين. فالسيل ممبرين بتاع النيوكلير او النيوكلير ممبرين بنسميه معلش عنده دبل ممبرين. الممبرين ده يا شباب كونتينيوس ولا متقطع؟ لا متقطع، كونتين بورز، في اخرام كبيره الى حد ما. طب ايه فايده الاخرام دي؟ فاكر لما قلت لك ان الدي ان ايه اللي هو الملك اللي قاعد في مركز القياده بيبعت رسول يطلعه بره النيوكليوس عشان ينفذ الامر بتاعه في السيتوبلازم. طيب ما هو الرسول ده عشان يخرج محتاج يعدي من الفتحات دي. البورز دي allow transport of large molecules زي الار ان اي. مش انا قلت لك ان الرسول بتاعنا اسمه ام ار ان اي، نوع من انواع الار ان اي. عشان الار ان اي تقدر تخرج من النيوكليوس
وتطلع بره في السيتوبلازم تروح في المكان بتاعها عشان تصنع البروتين المطلوب. تمام؟ يبقى ده السيل ممبرين بتاع، ده النيوكليير ممبرين بتاع النيوكليوس. انا عمال كل شويه اقول لك ده السيل ممبرين بتاع النيوكليوس واتلخبط فيها ليه يا شباب؟ لان في الحقيقه الممبرين بتاع النيوكليوس هو شبهه بالظبط زي السيل ممبرين، اتسمى نيوكليير عشان هو في المكان ده، لكن هما كتركيب وكستراكشر هما نفس الاستراكشر بتاع السيل ممبرين. النيوكليوس تحتوي من جواها على كروموزومز. الكروموزومز دي اللي هي ايه؟ اللي هي الدي ان ايه بتاعنا. بص، الدي ان ايه بتاعنا زي ما هناخد بالتفصيل ان شاء الله في شابتر السيل ديفيجن، هتعرف ان الدي ان ايه بتاعنا ممكن يعني يتحط بكذا شكل. ببساطه تخيل ان مامتك عندها بكره خيط. ماما عشان تستخدم الخيط بتاعها بتكون لفاه حوالين البكره ولا بتبدا تفرد منه شويه من البكره عشان تستخدمها؟ بتفرد منه شويه عشان تستخدمه. المنظر اللي قدامي ده، الخيوط اللي في الرسمه اللي قدامي دي اللي اسمها كروماتين نتورك، دي عباره عن خيوط من الدي ان ايه مفروده شويه. ليه مفروده؟ عشان هي دلوقتي شغاله، عشان دلوقتي بننسخ منها حاجات وبتطلع اوامر وكده. تمام؟ طيب لما اجي في يوم واقول لك لا بص يا نيوكليوس انا ايه، احنا دلوقتي خلاص هنهاجر، هنعمل سيل ديفيجن، هنسيب الخليه دي ونروح خليه تانيه. في الحاله دي الدي ان ايه بتاعنا يعني بيتجمع حوالين بعضه وبيبرم نفسه على شكل الكروموزوم اللي هو ده المنظر. تمام؟ لكن في الخليه العاديه، الخليه اللي شغاله معايا مش هيكون مبروم، هيكون على شكل كروماتين نتورك اللي هو خيط مفرود. تمام؟ يبقى دلوقتي النيوكليوس كونتين ايه؟ كروموزومز ميد اوف دي ان ايه. بس هو عايز يقول لنا يعني او ما لهاش بشكل كويس ان هي النيوكليوس في الصوره اللي قدامي دي الاكتيف نيوكليوس ما بيكونش الكروموزوم بشكل الكروموزوم، بيكون بشكل الكروماتين نتورك. تمام؟ طيب الدي ان ايه ده لما بيجي يتلف، مش الخيط بتاعي لما احب الفه بلفه حوالين بكره، يعني انا لو عندي خيط طوله 1000 متر وانا عايز احطه في ايه، احطه في جيبي، هكعبره حوالين بعضه ولا هلفه حوالين بكره بلاستيك؟ البكره البلاستيك بتاعتي هنا اللي بلف حواليها شروط الدي ان ايه سبيشال بروتينز اسمها الهيستونز. تمام؟ لما اكون لاففها لفه خفيفه على شكل الكروماتين ده عشان هي شغاله بسميه كروماتين نتورك بيتكون من هيستونز. طب الكروموزومز ان انا لفيتها لفه جامده زي اللي في الصوره دي كده برضو ملفوفه حوالين الايه، الهيستونز. تمام؟ حتى قال لك ان الكروموزوم highly coiled and condensed strand of DNA. حلو الكلام؟ طيب دي النيوكليوس. طيب جوه النيوكليوس في عندي مربع ازرق كده، مش عارف ده ايه. المربع الازرق ده يا شباب هو عباره عن ايه؟ مش الدي ان ايه شغال بيصنع حاجات وبيجهز حاجات. طيب في بعض الحاجات اللي الدي ان ايه صنعها او بيصنعها لسه تصنيعها ما اكتملش موجوده جوه النيوكليوس. يعني انا مثلا دلوقتي عندي مصنع، المصنع ده بيصنع عربيات، مش انا طبيعي ان انا لما اخش المصنع هلاقي بعض العربيات غير كامله التصنيع؟ هو ده بقى النيوكليوس ده عباره عن ايه؟ النيوكليولس عباره عن ايه؟ عباره عن شرايط من الدي ان ايه شغاله، موظفين المصنع شغالين وعندهم اجزاء من الار ان ايه لسه مش جاهزه، لسه مش كامله، هي لما تكمل هتخرج ونبدا في تصنيع واحده ثانيه. طيب المصنع بيبقى شغال في الاكتيف سيل ولا في الديفايدنج سيل؟ لا في الاكتيف سيل. اثناء الديفيجن لما يكون انا هنقل المصنع من مكان لمكان تاني، في اللحظه دي مش هيكون عندي منتجات. عشان كده هيقول لك النيوكليولوس is a prominent region inside the nucleus. تمام؟ مش مستاهله عليها دي. بيقول لك موجوده في انهي سيل؟ في السيل that is not dividing، عشان اثناء الديفيجن بتختفي. تمام؟ الكومبوننتس اوف الرايبوزومز ار sensitized here. مش احنا قلنا ان الدي ان ايه بيصنع بعض الحاجات من الار ان ايه من ضمنها الرايبوزومز، هناخدها بالتفصيل قدام. دي الكومبوننتس بتاعت الرايبوزوم لسه بتتصنع في المكان ده. طب هل النيوكليوس دي حواليها ممبرين؟ لا ما عندهاش ممبرين، نوت ممبرين باوندد. هي عباره عن ايه؟ عباره عن تانجلز اوف كروماتين، اجزاء من الدي ان ايه وانفينيشد بيتس اوف رايبوزومز. جميل. ممكن يبقى عندي واحده او اثنين اشوفهم في الاكتيف سيل، نون ديفايدنج سيل اللي هي الاكتيف سيل. حلو الكلام؟ يبقى انا اتكلمت على النيوكليوس واتكلمت على النيوكليولس. تعالوا بقى للبطل بتاعنا الرايبوزوم. بص في حاجات في الشابتر ده هتحفظها كده. اقول لك رايبوزوم تقول لي بروتين سينثيز، ما تفكرش. اقول لك رايبوزوم تقول لي بروتين سينثيز. اقول لك رايبوزوم تقول لي ايه؟
ماشي. بروتين سينثيز. الريبوزوم is the site of protein synthesis. ده المكان اللي بنصنع جواه البروتين. تمام. الريبوزومز are particles made of ايه؟ made of حاجتين. made of ribosomal RNA. RNA هناخدها بالتفصيل في مكانها. وبعض البروتينات اللي هي الهيستونز. فاكرين الهيستونز دي قلناها فين قبل كده؟ قلناها هنا في الكروموزومز. الهيستونز دي هي مين يا شباب؟ الهيستونز دي هي البكره اللي بلف حواليها الدي ان ايه. البكره بتاعت الخيط. طب انا عايز الف ار ان ايه، هلف على هيستونز برضه. هجيب نوع تاني من الهيستونز والف حواليه. تمام. الريبوزوم يا شباب بيكون موجود فين؟ يا اما ان هو فريلي في السيتوبلازم بيسبح في الميه بتاعت الخليه، او انه يكون لازق في حاجه اسمها الاندوبلازميك ريتيكولم. تمام. ايه الفانكشن بتاعت الريبوزوم؟ بروتين سينثيز. الريبوزوم فايدته ايه؟ مسؤول عن البروتين سينثيز. Ribosomes are the smallest organelle in the cell. اصغر اورجانيل ممكن تشوفه في السيل. ما بيتشافش بالعين، بيتشاف اونلي بالالكترون مايكروسكوب. تمام. نقطه كده بنرسمه في الرسمه نقطه. تمام. هيقول لك هنا معلومه لطيفه ان في اورجانيلز من اللي جايه الميتوكوندريا والكلوروبلاست بيحتووا جواهم على ريبوزومز. دي وراها قصه لطيفه كده، ان الميتوكوندريا والكلوروبلاست ممكن نقول ان هم يعتبروا اورجانيلز نشيطه. الميتوكوندريا ده يا شباب المسؤول عن السيل ريسبيريشن، اللي احنا بيحرق الاكل بتاعنا عشان يدينا طاقه. والكلوروبلاست هي المسؤوله عن تصنيع الاكل بتاعنا في البلانت، بياخد الكربون دايوكسيد ويطلع منه جلوكوز واكسجين. فالاثنين دول بيحتاجوا لكميات كبيره قوي من البروتين. فعلشان كده بيكون جواهم حته صغيره من الدي ان ايه الخاص بيهم، وبيكون جواهم مصانع البروتين الخاصه بيهم. مين مصانع البروتين الخاصه بيهم؟ الريبوزومز. ودول دي حاجه سبيشال بالميتوكوندريا والكلوروبلاست، وهتلاقيهم يتكرروا معانا كده في كذا مكان. يبقى دي اورجانيلز بتحتاج كميه كبيره من البروتينز، الانزيمز اللي هي بتصنعها لنفسها. فهتلاقي عندها حته دي ان ايه خاصه بيها وحته ريبوزوم خاصه بيها. معلومه مش مهمه بالنسبه لي قوي. اهم معلومه تعرفها عني عن الريبوزوم: ريبوزوم is the site of protein synthesis. ما تتنساش. طيب، مش قال لك ان الريبوزوم ممكن يكون موجود فري في السيتوبلازم او ماسك في حاجه اسمها اندوبلازميك ريتيكولم؟ تمام. مين الاندوبلازميك ريتيكولم؟ تعال نشوف. الاندوبلازميك ريتيكولم سيستم اوف ميمبرين تشانلز. اهي تشانلز كتير لازقه في بعضها. ترانسفيرس ذا سيتوبلازم، بتقطع السيتوبلازم بالطول وبالعرض. في منه نوعين. ممكن يكون سموث اندوبلازميك ريتيكولم، ناعم، او رف اندوبلازميك ريتيكولم. ده ناعم وده رف. طيب انا عايز حد ذكي يقول لي الرف الخشن خشن ليه؟ ايه النقط اللي ماسكه فيه دي؟ ايه النقط اللي لازقه في الرف دي خلته رف مش موجوده على السموث؟ مش انا لسه حالا قايل لك ان الريبوزومز بتلزق في الاندوبلازميك ريتيكولم؟ طيب لو الاندوبلازميك ريتيكولم لزقت فيه ريبوزومز هسميه رف. ليه رف؟ علشان هو ريبوزوم لازق فيه اندوبلازميك ريتيكولم. منطقي جدا. معلش ريبوزوم هو اندوبلازميك ريتيكولم لازق فيه ريبوزومز. فالرف اندوبلازميك ريتيكولم بتبقى مليانه ريبوزومز. طيب بذكائك قول لي الرف دون السموث ايه وظيفتها في الحياه؟ بتشتغل في البروتين سينسز. بص، مش هي نفسها اللي بتصنع البروتين سينسز. الريبوزومز اللي لازقه عليها هي اللي بتصنع البروتين. بس هو البروتين بعد ما يتصنع مش بيحتاج ان هو يتعدل شويه، يخش في كفر، محتاج حد يساعد في التصنيع. بالظبط. الرف اندوبلازميك ريتيكولم هي اللي بتكمل تصنيع البروتين بعد الريبوزومز. فالرف فيها ريبوزومز ار 4 ار، او تعرف ان الرف عشان هي خشنه، عشان النقط المحببه اللي فيها دي هي الريبوزومز. ايه وظيفتها؟ البروتين سينثيز. طب السموث بقى، السموث بتصنع الحاجات التانية. لو دي بتصنع البروتين، فالسموث ممكن بتصنع لي بعض انواع الليبيد، الاسترويد هرمونز واذر ليبيدز. السموث بتشتغل في الكربوهيدرات ميتابوليزم، تحديدا الجلايكوجين. هناخد الكلام ده بالتفصيل في شابتر بايوكيمستري. السموث دي توكسيفايز ذا سيل، ودي حته مهمه. ديتوكسيفاي ذا سيل يعني ايه؟ لو في بعض المواد السامه الكيميائيه السامه موجوده في السيل، مين اللي هيبقى مسؤول عن تحويلها والتخلص منها؟ السموث اندوبلازميك ريتيكولم. بالاضافه لده كله هي بتوصل الرف اندوبلازميك ريتيكولم للجولجي اباريتس. تمام. يبقى مين هي الجولجي اباريتس بقى؟ الجولجي اباريتس ذا شيبنج ديبارتمنت اوف ذا سيل. ده مركز الشحن بتاع الخليه. اعرف كلمه مهمه قوي: flattened sacks of membranes.
اهو مجموعه من الاكياس المبططه فوق بعضها. خد بالك فلاتند ساكس، هنا كنا بنقول لك ممبرين تشانلز وكل واحده برسمتها واضحه جدا، دي تشانلز متاهه قنوات. لكن هنا اكياس مبططه فوق بعضها، لازقه فوق بعضها كده، تمام. وسراوندد باي فيسيكلز، الفيسيكلز دي اللي هي الاكياس الصغيره اللي جواها بروتين او جواها ميه. ايه وظيفه الجولجي اباريتس؟ معلش احنا كان المفروض نعلم دي بالاحمر، الدقه برضو مهمه. تون تون تون. يبقى دي الشيبنج ديبارتمنت اوف ذا سيل. ايه فايدتها؟ مش انا صنعت حاجات في الرف اندوبلازميك ريتيكولوم محتاج يتعمل لها موديفاي وستور اند باكج، تعدل عليها تخزنها شويه وتعبيها في فيسيكل. الفيسيكل ده عباره عن كيس جواه شويه سكريشنز عشان يبقى جاهز للايه؟ انه يطلع. طيب الكيس بقى جاهز انه يطلع، هي ممكن تطلعه وتبعته لاماكن تانية من الخليه او لخليه اخرى. يبقى انا بعد ما جهزت الحاجه عندي هشحنها، ما هو ده الشيبنج ديبارتمنت، secrete السبستانس to other part of the cell and to the cell surface وسطح الخليه عشان نصدرها لخلايا اخرى. تالت فانكشن بتصنع لي حاجه اسمها اللايزوزوم. طيب تمام، يبقى الجولجي اباريتس ده الشيبنج ديبارتمنت اوف ذا سيل، بياخد الحاجات اللي محتاجه تتصنع ويخبيها جواه ويصنعش ويعدلها جواه، وممكن يخزنها شويه بعد كده يبعتها للمكان اللي المفروض تروحه. طيب احيانا الخليه بتاعتنا بتصنع بعض البروتينز، بعض الانزيمز بتكون انزيمز هاضمه، انزيمز حارقه. الانزيمز دي ينفع تمشي في الخليه كده ولا لازم تمشي جوه كيس؟ لازم تمشي جوه كيس عشان تبقى مقفوله، عشان ما تبوظش الخليه كلها. ده الكيس ده بيبقى فيه ميه نار مثلا، انا بس بفتحه لما اكون عايز اموت خليه، لما اكون عايز دخل عندي بكتيريا عايز اموتها، عايز ادمر حاجه. ده سيد التدمير. طيب اللايزوزوم ده عباره عن كده، اللايزوزوم ده عباره عن كيس جواه ميه نار. ميه نار دي مجازا احنا بنقولها، بس هي في الحقيقه هيدروليتيك انزيم، انزيمات هاضمه ممكن تهضم الخليه كلها. ما ينفعش ان هي تتصنع لوحدها، عشان كده كانت لازم بعد ما تتصنع تخش في الجولجي ابريتس وتطلع منه على شكل اللايزوزوم. لايزوزوم is a sac of hydrolytic enzymes، نعلمها بالاحمر. كيس جواه ميه نار، اكتبها عندك، كيس جواه ميه نار، ده كيس enclosed by single membrane. كلام جميل. بيقول لك ده principal site of intracellular digestion، ده اهم مكان للانترسيلولار دايجيشن. بالاستعانه بيه الخليه بتقدر تجدد من نفسها وتدمر الاجزاء اللي بايظه فيها. ايه فايده اللايزوزوم؟ contain hydrolytic enzymes. دي بتعمل ايه؟ اول حاجه دايجست الفورين بوديز زي الفيروس. لو دخل في جسمي فيروس او بكتيريا وانا عايز اتخلص منها، احد وسائل التدمير ان انا اروح للورد اوف ديستراكشن، ان انا جهازي المناعي يسيطر على البكتيريا ويدخلها جوه اللايزوزوم وهناك هتموت لا محاله. تاني حاجه، احيانا بعض الاورجانيلز بتاعتي بتكون عجزت، خلاص ما عادش لها فانكشن كفايه، انا زهقت منها، او مش زهقت منها، محتاج ان هي تموت عشان تفسح مكان لاورجانيل جديده، فاللايزوزوم هو اللي هيخلصني منها، دايجست الورن اوت اورجانيلز. واحيانا الفاتس بتاعتنا، عشان انتوا عارفين دايما الفاتس بتعمل مشكله كده في جسمنا، ان الفاتس ما بتدوبش في الميه. احنا عارفين الدهون الزيت والسمنه ما بيدوبوش في الميه، وجسمنا معظمه ميه. البروتين والكربوهيدرات والسكر بيدوبوا في الميه، فبتلاقيهم دايما امورهم سهله، سالكين. الفات دايما مش سالكه، فاحيانا بحتاج استعين على هضمها وتكسيرها بكيس بسيد التدمير اللي هو اللايزوزوم، اللي هو الكيس اللي جواه ميه نار. طيب انا عندي خليه مثلا معينه من خلايا جسمي اصبحت خليه سرطانيه، اصبحت خليه مضره جدا بجسمي، محتاج اتخلص منها. مين اللي هيساعدني ان انا اموتها؟ في عندي حاجه اسمها البروجرام سيل ديث، ان انا اللايزوزوم يفرقع جوه الخليه بتاعته ويعمل لي عمليه اسمها الايبوبتوزز. ايبوبتوزز يعني ايه؟ هو هيموت الخليه بتاعته من غير ما يضر اي حاجه ومن غير ما يعمل قلق. عايز اموت الخليه دي في هدوء، عمليه اغتيال خفيفه كده. يبقى البروجرام سيل ديث او الايبوبتوزز مين المسؤول عنه؟ اللايزوزوم. حلو الكلام. يبقى لايزوزوم افتكر في دماغك ده كيس جواه ميه نار، لايزوزوم كيس جواه ميه نار او لورد اوف ديستراكشن. طيب الميتوكوندريا، فصلتوا مني؟ بص فصلت، ممكن تقف دلوقتي نص الفيديو كده تاخد بريك 5 دقايق بس، هم 5 دقايق، وترجع تكمل معايا على طول. انا مقسم الدرس على قد ما اقدر ل3 حصص عشان ما تفصلش. بس ركز معايا وحاول على الاقل وانت اول مذاكره دي تلقط الكلمه المهمه.
يعني انا لما اقول لك لايزوزوم بعد كده هتفتكر ان هو ده بتاع التدمير، اقول لك الجولجي اباريتس تفتكر ان ده بتاع الشحن، رايبوزوم بروتين سينسز، كلمات كده تلقطها على طول. التفاصيل هتيجي في القرايه، بعضها مهم وبعضها مش مهم، لكن الكلمات المضيئه دي لازم تطلع يعني ايه عارفها مني النهارده او دلوقتي كمان. الميتوكوندريا ده بيت الطاقه. الميتوكوندريا ده المسؤول عن عمليه اسمها السيل ريسبيريشن، ودي هناخدها بالتفصيل في شابتر كامل اسمه السيل ريسبيريشن. طيب باختصار يعني ايه سيل ريسبيريشن؟ انا اكلت اكل فيه مواد غذائيه كتير، فيه سكر وبروتين وحاجات من دي، انا محتاج اكسر الجلوكوز واكسر السكر اللي انا اكلته علشان يديني طاقه اقدر ان انا اكمل بيها انشطتي. طيب امتى بتتكسر الفود مولكيولز بتاعتي؟ في عمليه اسمها عمليه السيل ريسبيريشن، كل خلايا جسمنا بلا استثناء بتعملها، ان انا اكسر الاكل بتاعي عشان اخد منه طاقه اقدر بيها ان انا ايه اكمل انشطتي. Cell respiration and breaking down food molecules in order to release ATP. ATP دي وحدة الطاقة هناخدها بالتفصيل في مكانها. الخلية الواحدة ممكن يبقى فيها ميتوكوندريا واحدة أو يبقى فيها ميتوكوندريا كتير. تمام؟ بيقول لك إن بعض الخلايا النشطة جدا زي خلايا الليفر ممكن توصل خلية واحدة اللي فيها 2500 ميتوكوندريا. من المعلومات المهمة اللي بيحبوا يسألوا فيها إن السبيرم سيل، السبيرم ده اللي هو الحيوان المنوي اللي هو الميل جميت، المشيج الذكري يعني، المشكيل الذكري او السبيرم بيحتاج ان هو ياخد رحله طويله جوه اليوترس بتاع الفيميل عشان يوصل للاوفر، فبيتحرك حركه جامده جدا، فبيحتاج لكميه كبيره من الطاقه. علشان كده في تركيب السبيرم بلاقي عندي كميه كبيره من الميتوكوندريا. طيب هيسالني سؤال لافف شويه، افرض انا لقيت عندي كميه من السبيرمز سليمه بس ضعيفه مش قادره تتحرك، يبقى المشكله اللي عندي في انهي اورجانيل؟ يبقى المشكله اللي عندي في الميتوكوندريا بتاعت السبيرم ده. حلو الكلام. هنلاقي السؤال ده موجود في الاي اس تي بشكلين، اتفرجوا عليه في فيديو الاي اس تي. طيب الميتوكوندريا عندها كام ممبرين؟ تو ممبرينز. بص كده معايا، في ممبرين بره خالص كده، ده اوتر ممبرين. طب الانر ممبرين زيه كده خط مستقيم؟ لا، الانر ممبرين بيعمل كده، بص كده، وينزل منه بروجيكشن ويطلع تاني. طبعا رسمي جميل بس مش مشكله، حاول تفهم. اه وصلت الفكره؟ طيب البروجيكشنز اللي نازله دي اسمها ايه؟ اسمها كريستاي. يبقى انا عندي هنا ده اوتر ممبرين وده انر ممبرين. طب ما حدش خد باله ان انا كده بقى عندي تو كومبارتمنتس. بص الحته دي اللي انا بظهرها دي لها اسم مميز، اسمها ده المكان اللي بتوين التو ممبرينز. بص معايا كويس هنا، سيبك بقى من رسمتي وبص في الرسمه الثانيه دي. اللي هنا بيبقى خط بالاسود بره وخط بالاسود جوه خارج منه بروجيكشنز، البروجيكشنز اسمها كريستاي. الحته اللي في النص متلونه بالايه؟ بالبامبي الغامق، واللي جوه خالص بالبامبي الفاتح. دي منطقة لها فانكشن ودي منطقة تانية لها فانكشن، هناخدهم بالتفصيل في شابتر السيل ريسبيريشن، بس كنت عايز اديك فكرة عنهم دلوقتي. الكريستايل اللي جوه دي والانر ممبرين بيكون مليان انزيمز اسمه الاي تي بي سينسيز، كتبه لك هنا اهو. الانزيمز دي مهمة علشان عملية السيل ريسبيريشن. هنا هيقول لي كمان معلومة ان الميتوكوندريا عندها بعض حتت الدي ان ايه الصغيرة زي دي، وممكن سيلف ريبليكيت كمان. وانا من شويه قلت لك ان الميتوكوندريا عندها رايبوزومز. ليه؟ مش قلت لك دلوقتي ان الميتوكوندريا از ا فيري اكتيف اورجانيل، عندها عمليات حيويه كتيره جدا بتعملها، احيانا بتحتاج تصنع لنفسها انزيمز خاصه بيها، عشان كده محتاجه الدي ان ايه اللي عليه الشفره ومحتاجه الرايبوزومز اللي هيصنع منها. طيب احيانا اهو الرايبوزومز موجوده هنا، هي مرسومه كمان، احنا ما بناخدش من حاجه. احيانا الخليه مثلا ما كانش عندها نشاط وبقت تبقى نشيطه قوي، فمحتاجه ميتوكوندريا كتير، فممكن الميتوكوندريا سيلف ريبليكيت تنسخ من نفسها نسختين، كانت ميتوكوندريا واحده تتقسم تبقى 2 4 8 عشان تكفي الانرجي اللي الخليه محتاجاها. دي الميتوكوندريا بيت الطاقه بتاع الخليه، ما تنساش الكلمه دي. واهم ديتيل عندي ان هي بيبقى موجود منها كتير في الخليه الواحده. طيب شويه اكياس. رقم 10 ده الفاكيول، و11 برضه كيس، 10 و 11 كيس. خد بالك احنا خدنا كيس من شويه اللي هو الكيس اللي جواه ميه نار، يبقى انا عندي 3 اكياس في الخليه، ده كيس خاص بميه النار لايزوزوم. 10 ده بيبقى كيس كبير،
مينلي موجود في البلانت سيل. ده بيقول لك مش بس موجود، ده اللارجست اورجانيل في البلانت سيل، اكبر حاجه في البلانت سيل. بيبقى كيس كبير جواه ميه، في البلانت سيل بيبقى جواه ميه. طيب ممكن يبقى موجود في الانيمال سيل، ممكن يبقى موجود عندي وعندك، موجود عندنا في بعض الخلايا. بعض الخلايا في الهيومن اسمها الفات سيلز، خلايا الدهون، بتكون محوشه الدهون جوه كيس. الكيس ده اسمه ايه؟ اسمه فاكيول. مش انا قلت لك ان الدهون بتاعتنا دايما مشاكسه، دايما مش سالكه. الدهون عندنا عشان تتخزن لازم ما بتدوبش في الميه، فما ينفعش احطها باحتكاك في الميه. فلما هاجي اخزن شويه دهون جوه خليه، هحطها جوه كيس كبير اسمه فاكيول، لارج فاكيول موجود هنا اهو. يبقى ده في البلانت سيل وده في الانيمال سيل، وهي اكبر حاجه موجوده في البلانت سيل عشان فيها الميه. طيب بعض الكائنات من البدائيه من عائله البروتيستا هناخدها في وقتها، زي الاميبا والبراميسيوم، بيكون عندهم الفاكيول بتاعهم كونتراكتايل. كونتراكتايل يعني ايه؟ يعني عنده القدره على الانقباض. ودي يا شباب اكتف بروسيس، يعني معنى ان هو ينقبض يضغط على نفسه شويه، معنى كده دي اكتف بروسيس بتحتاج انرجي. الكونتراكتايل فاكيول ده بامب الاكسس ووتر اوت اوف ذا سيل، بيطرد الميه الزياده خارج الخليه. يبقى الفاكيول ممكن في بعض الاحوال يبقى كونتراكتايل فاكيول، ايه دوره؟ يطرد الميه الزياده خارج الخليه. تمام؟ يبقى الفاكيول عباره عن ايه؟ عباره عن كيس كبير جواه ميه او دهون لو في الانسان. طب في بعض الحيوانات البدائيه بيكون الفاكيول ده عنده القدره في زي ماسل فايبرز خفيفه في جداره، بيتحكم في نسبه الميه اللي جوه، لو الميه زياده بيخرجها، يعني بيضغط عليها ويطلع شويه بره. دي حته جه فيها سؤال مره او مرتين قبل كده. يبقى الفاكيول عباره عن ايه؟ عباره عن كيس كبير. طيب الميه دايما حاجه رخيصه، فممكن احطها في كيس كبير. الدهون برضو رخيصه، عندي منها كتير. طب لو عندي بعض المواد الغالية قوي، مش لازم احط لها كيس كده خاص بيها. عندي حتة ذهب، يبقى الغلاف بتاعها غلاف يعني ممكن اصرف عليه كتير. الفيسيكل ده عبارة عن كده، عبارة عن تايني فاكيولز. هو كيس بس صغير قوي. التايني فاكيول دي اكيد بتشيل جواها حاجات مهمة جدا. الفيسيكل عادة بتكون موجودة في مثلا فين؟ في الاكزون بتاع النيورون. هناخد في شابتر الفسيولوجي في الاخر خالص النيرف سيل، وان النيرف سيل بتاعتنا الخليه العصبيه بتاعتنا اسمها نيورون، بيطلع منها يعني زي شريط طويل كده اسمه الاكزون. في اخر الاكزون ده بيكون عندي بعض النواقل العصبيه، بعض المواد اللي بتبعت اشاره عصبيه. طب المواد دي كده مواد مهمه ولا مش مهمه؟ مواد مهمه جدا. فبتبقى موجوده كده في السيتوبلازم ولازم متغلفه، هتكون متغلفه في كيس صغير اسمه الفيسيكل. تمام؟ وبرده كتير من المواد الغاليه اللي جوه الخليه بتاعتنا بتتحط في كيس صغير اسمه الفيسيكل. تمام؟ يبقى ده الفيسيكل. يبقى قلنا ثلاث اكياس، اللايزوزوم فوق وهنا الفاكيول والفيسيكل. ما تتلخبطش، الفاكيول هو الكبير، الفيسيكل هو الصغير. طيب السيتوسكيلتون، الخليه بتاعتنا لابد من حاجه تنظمها. بص، دلوقتي انت عندك جدار اللي هو السيل ممبرين، جواه ميه اللي هي الايه؟ السيتوبلازم. هل الاورجانيلز اللي جوه دي بتبقى عايمه كده عماله تخبط في بعضها، ولا في حاجه مثبتاهم كل واحده عشان ما تخبطش في بعضها؟ يعني عمرك سمعت عن ميتوكوندريا كانت ماشيه عملت حادثه خبطت في الكلوروبلاست؟ اكيد لا. دي ليها مكان ودي ليها مكان. طب ايه اللي بيثبت كل حاجه في مكانهم؟ السيتوسكيلتون. انت عندك سكيلتون في جسمك، سكيلتون يعني هيكل. كلمه سايتو من خليه، فسيتوسكيلتون معناها ذا سكيلتون اوف ذا سيل، هيكل الخليه. ده عبارة عن إيه؟ مجموعة من الخيوط، شبكة معقدة من الخيوط مصنوعة من البروتين، بتمتد في السيتوبلازم وبتدي للخلية الشكل وبتدي للخلية الشكل بتاعها وبتسمح لها بالحركة. عندي نوعين كبار في الخيوط، حاجة اسمها مايكرو تيوبيولز ومايكرو فيلامنتس. كلمة تيوب يا شباب يعني إيه؟ يعني ماسورة. مايكرو تيوبيولز زي إيه؟ زي تيوبيولز صغيرة، سيك هولو تيوبز، اللي هو ده منظرها. بص كده، دي مواسير. تمام؟ دي مواسير صغيرة، مايكرو تيوبيولز. المايكرو تيوبيولز دي هتصنع لي ايه؟ هتصنع لي السيليا، الفلاجيلا، السبندل فايبر. خلينا ناخدهم كمان دقيقتين بالظبط هنتكلم عنهم. طب المايكرو فيلامنتس دي عباره عن ايه؟ عباره عن خيوط مصمطه بقى. عاده بتكون مصنوعه من ماده اسمها الاكتين، بروتين اسمه الاكتين، وده بيساعد ان هو يحافظ على شكل الخليه، بيثبت كل حاجه في مكانها. طيب المايكرو فيلامنتس
ايه الفانكشن بتاعتها؟ الاكتين فيلامنتس دي بتخش في تركيب السكيتال ماسل. دي رسمه السكيتال ماسل، المفروض نكون خدناها قبل كده. هنا خيوط من الميوسين وهنا خيوط رفيعه من الاكتين، وبيعملوا سلايدنج على بعض. عارفين اللي هو الايه، الشباك الالموتيل؟ مش عارف تقولوها شباك ولا شباك، مش بالكسره ولا بالضمه يعني، بس تمام ايا كان. الويندو الالموتيل لما يبقى عندك ضرفتين، لما بنبعد الضرفتين عن بعض بياخدوا مساحه متر يقفلوا الشباك. طيب لما بنحط الضرفتين فوق بعض ونعمل لهم سلايدنج فوق بعض هياخدوا نص متر، فيبقى عندي نص متر بتاع الشباك مفتوح والنص متر فيه الضرفتين فوق بعض. نفس الفكره كده، انا قصرت المسافه. ده الميوسين فيلامنتس ودي الاكتين فيلامنتس متركبين بالشكل ده. لما بيحصل سلايدنج دي بتقرب هنا ودي تقرب هنا، فطول المصل ككل بيقصر. فدي السلايدنج ثيوري اللي بتعمل لي كونتراكشن للمصل. تمام، دي الاكتين فيلامنتس. دي مصنوعه من ايه؟ من المايكرو فيلامنتس. طيب المايكروتوبيولز بيصنع لي السيليا وفلاجيلا والسبندل فايبر. تعالوا نشوف السبندل فايبر هنا. دي خليه قررت ان هي تعمل سيل ديفيجن. طيب الكروموزومز هتترص في النص كده، بعد كده هنا سنتريول وهنا سنتريول. ده عايز ياخد شويه عنده عشان يروحوا في السيل الجديده اللي على اليمين، وده عايز ياخد شويه عنده في السيل الجديده اللي على الشمال. الخيوط اللي ممدوده في النص دي هي دي الخيوط اللي اسمها سبندل فايبرز. يبقى السبندل فايبرز ده ايه؟ ده الخيوط اللي ممدوده في النص عشان تساعدني في السيل ديفيجن. طيب انا دلوقتي كنت عايز اتكلم على ايه؟ كنت عايز اتكلم على السنتريولز والسنتروزومز. ده منظر السنتريول والسنتروزوم. السنتريول اللي هي الواحده والاثنين مع بعض بيبقوا سنتروزوم. متكونين من ايه؟ 9 تريبلتس اوف مايكروتوبيولز. يعني ايه؟ 9 في 3، 9 مجموعات، كل مجموعه فيها 3 مايكروتوبيولز. تمام، 9 تريبلتس اهم. التو سنتريولز ات رايت انجل تو ايتش اذر، واحده عموديه على الثانيه، مع بعض بيعملوا السنتروزوم. السنتريول والسبندل فايبرز. السبندل فايبرز دي بتبقى عباره عن ايه؟ ان السنتريول ده بدا يمد منه خط طويل يمسك في الكروموزومز اللي في النص. ايه فايده السبندل فايبر؟ مهمه جدا في السيل ديفيجن. معلومه مهمه قوي، ان السنتريول والسنتروزومز موجودين فين؟ في الانيمال سيل اونلي، مش موجودين في البلانت سيل. بالمناسبه لو تفتكروا اللايزوزوم، نسيت اقول لكم الحته دي. اللايزوزوم موجود اونلي في الانيمال سيل، البلانت سيل دونت هاف لايزوزوم. يبقى دول حاجتين، السنتريول والسنتروزوم في الانيمال، واللايزوزوم برضو في الانيمال، مش موجودين في البلانت. تمام، يبقى السنتريول والسنتروزوم مسؤولين عن ايه؟ عن السيل ديفيجن، بيعملوا لي السبندل فايبر. تركيبهم 9 في 3، 9 تريبلتس. طب السيليا والفلاجيلا برضو دي حاجات مايكروتوبيولز، تركيبهم مختلف شويه. هم 9 في 2 زائد 2، 9 بيرز بلس 2 سنجلتس. تمام، السيليا والفلاجيلا الاثنين مصنوعين من المايكروتوبيولز. السيليا بتكون قصيره شويه، الفلاجيلا اختها بس طويله. السيليا بتبقى كتيره في الخليه زي كده وقصيره، الفلاجيلا بتبقى واحده بس طويله، فبتبقى عامله زي الصوت كده بيساعد في الحركه بتاعه الايه، السيل، زي السبير مثلا بيتحرك عن طريق الفلاجيلا. تمام، اخر صفحه معانا. الصفحه دي هنكتب عليها من فوق كده يا شباب بلانت سيل اونلي. الحاجتين اللي هناخدهم في الصفحه دي خاصين بالبلانت سيل، مش موجودين في الانيمال سيل. البلاستيدز، البلاستيدات. فاكرين واحنا في ابتدائي لما قعدنا نقول البلاستيدات الخضراء اللي في النبات اللي بتعمل عمليه البناء الضوئي اللي هي الفوتوسينثيس بروسيس عشان تبروديوس وتستور الجلوكوز او الشوجر. طيب البلاستيدز هيقول لك كمان ان هي عندها دبل ممبرين زيها زي الميتوكوندريا. في منها 3 انواع. الكلوروبلاست اكتب جنبها بلاستيدات خضراء، دي اللي موجود جواها الكلوروفيل بيجمنت، ودي اللي بتابزورب السانلايت، تمتص السانلايت، السان انرجي في عمليه الفوتوسينثيز عشان تساعدني ان هي ستور تبروديوس الجلوكوز. تمام، الكلوروبلاست وهناخدها بالتفصيل في شابتر كامل اسمه الفوتوسينثيز. طب في نوعين كمان من الكلوروبلاست من البلاستيدز عندي. في عندي الكروموبلاست، دي فيها صبغه تانية غير الكلوروفيل اسمها كاروتينويدز، بتبقى لونها احمر او اورنج او يلو، الاحمر ودرجاته يعني. دي اللي موجوده في الجزر، هي اصلا كاروتينويدز جايه من كاروت، في الجزر وفي الطماطم وفي الاورنج وفي الايه، في الفلاورز والفروتس الملونه. دي مسؤوله مينلي عن الكالوريشن، وبرده بتساعد شويه في الفوتوسينثيز بروسيس وابزوربشن بتاع السانلايت. طيب اخر بلاستيدز معايا الليكوبلاست، البلاستيدات البيضاء. هي في الحقيقه بتبقى شفافه بس بيبقى جواها ستارش لونه ابيض،
فبنقول هي كونتين نو بيجمنت، ما عندهاش اي صبغه. دي عندها كاروتينويدز، دي عندها كلوروفيل، دي ما عندهاش. وايه الفانكشن بتاعتها؟ يوز تو ستور الستارش. بعد ما الستارش او السكر هيتصنع في الكلوروبلاست هيروح يتخزن فين؟ هيجي يتخزن في الليكوبلاست. الليكوبلاست مينلي تبقى موجوده فين في النبات؟ تبقى موجوده في الروت، في الجذر، على عكس ما اي حد يتوقع. النبات بيصنع السكر في الليف، في ورق الاشجار بتاعه، ويروح يخزن السكر في الجذر تحت خالص. يبقى دي البلاستيدز سهله ومهمه، موجوده في البلانت اونلي. السيل وول برضو not found in animal cell، موجود في البلانت اونلي. طيب السيل وول بيكون مصنوع من ايه؟ في البلانت مصنوع من ماده اسمها السليولوز، ودي اهم كلمه عايزك تعرفها. السيل وول ده بيبقى من بره خالص كده محيط بالسيل ممبرين، يعني عندي سيل ممبرين موجود في كل الخلايا. البلانت سيل عندها اضافه للسيل ممبرين سيل وول، بيبقى قوي، مصنوع من ماده اسمها السليولوز في البلانت، ومواد ثانيه في الكائنات البسيطه زي البكتيريوجلايكان في البكتيريا، وزي الكايتين في الفنجاي. مش مهم قوي تعرف ان هو في البلانت والالجاي مصنوع من السليولوز، دي اهم كلمه. هنقول لك كمان ان السيل وول لو انا عندي خليه هنا، ده السيل وول بتاعها، جنبها خليه ثانيه، هيكون في ما بينهم سمول شانلز تسمح بالايه؟ بالكوميونيكيشن بين السيلز. دي اسمها بلازمودسماتا، هناخدها في مكانها. وهنعرف كمان ان لما الخليه البلانت سيل بيحصل لها سيل ديفيجن، مش بتكسر السيل وول بتاعها، وانما بتكون في النص ميدل لاميلا تقسمها لخليتين. هيجي برضه بالتفصيل في درس الايه؟ السيل ديفيجن. مهم هنا تعرف ان السيل وول موجوده في البلانت مش في الانيمال. تعرف ان السيل وول مينلي مصنوعه من السليولوز اللي موجوده في البلانت وفي الالجاي. خلصنا. بس قبل ما اسيبك معلش هنجمع مع بعض كلمتين، مقارنه خفيفه ما بين الانيمال سيل والبلانت سيل. ايه اللي موجود هنا وايه اللي مش موجود هنا؟ الانيمال سيل عندها سنتريول وسنتروزوم، الانيمال سيل عندها لايزوزوم. تمام؟ دول موجودين في الانيمال مش موجودين في البلانت. طب تعالى نشوف البلانت. البلانت سيل عندها كلوروبلاست والاذر بلاستيدز، ما كانوش موجودين في الانيمال. البلانت سيل عندها سيل وول بجانب البلازما ممبرين، ده عنده بلازما ممبرين بس. طيب دي عندها سمول فاكيول، لكن دي بيكون عندها لارج سنترال فاكيول. السمول فاكيول اللي هنا غالبا بتشيل فات، دي بتشيل ووتر. يبقى تعرف كويس قوي ان السنتريول والسنتروزوم واللايزوزوم موجودين في الانيمال مش في البلانت. طب في البلانت ايه المميز؟ اخر صفحه اللي كان فيها البلاستيدز بانواعها واللي فيها السيل وول موجود في البلانت. لكن الاثنين عندهم بلازما ممبرين طبعا، والاثنين عندهم فاكيولز، هنا هيبقى سمول وهنا هيبقى لارج. ودي رسومات الايه؟ البلانت. دي الانيمال سيل ودي البلانت سيل. اخر حاجه معايا النهارده، تعرف كويس قوي مين في الاورجانيلز اللي احنا قلناهم دول كان عنده ممبرين ومين ما كانش عنده ممبرين. دي زي تجميعه. تعال نبدا باللي عنده ممبرين. اللي عنده ممبرين ممكن يكون عنده دبل ممبرين، ممكن يكون عنده سنجل ممبرين. بصوا اللي عندهم دبل ممبرين هي الاورجانيلز المهمه قوي. النيوكليوس عندها دبل ممبرين، الميتوكوندريا بتاعه الطاقه، وعلى طول لما بنقول ميتوكوندريا نقول معاها البلاستيدز، اصلا الاثنين بيعملوا بروستيسز عكس بعضها. مش قلنا الميتوكوندريا بتاعه السيل ريسبيريشن والبلاستيدز بتاعه الفوتوسينثيز، وكل واحده منهم هنشرحها في شابتر عشان عمليه مهمه جدا. فالميتوكوندريا او البلاستيدز عندهم دبل ممبرين، واهم حاجه النيوكليوس عندها دبل ممبرين. طب مين اللي عندهم سنجل ممبرين؟ الاثنين اللي لهم علاقه بالتصنيع، الاندوبلازميك ريتيكولم، فاكرين لما قلنا ده نتورك اوف شانلز؟ فاكرين الجولجي بادي لما قلنا ده فلاتند ساكس، اكياس متبططه؟ يبقى الاندوبلازميك ريتيكولم والجولجي بادي عندهم الاثنين سنجل ممبرين. والثلاث اكياس اللي خدناهم، كيس ميه نار لايزوزوم، كيس فيه ميه كبير فاكيول، كيس صغير فيه مواد مهمه الفيسيكل، دول ثلاث اكياس برضو عباره عن سنجل ممبرين. اي حاجه غير دول يبقى ما عندهاش ممبرين، زي الرايبوزوم، زي الكروموزومز نفسها، زي السنتروزومز، زي السيتوسكيلتون، كل الحاجات دي ما عندهاش ممبرين خاص بيها. تعالوا يلا قبل ما اسيبكم ناخد كويزايه خفيفه كده، نشوف بعض الاسئله على الايه اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده، واسيبكم تستمتعوا بوقتكم. يلا. Which structure is common to all cell types؟ فاكرين السؤال ده؟ مش انا قلت لكم ان في ثلاث حاجات لما نشوفها موجودين في كل انواع الخلايا مهما كانت؟ مين في اللي قدامي هنا موجود في كل انواع الخلايا؟ ممتاز، البلازما ممبرين. احنا قلنا البلازما ممبرين، النيوكليك اسيد، الرايبوزومز موجودين في كل السيل تايبز مهما كانت. الكلوروبلاست مثلا والسيل وول احنا عارفين ان هم موجودين
في البلانت سيل مش موجودين في الانيمال سيل. الميتوكوندريا هناخد المره الجايه ان هي موجوده في الايوكاريوتس الخلايا المتطوره، مش موجوده في الايه في البروكاريوتس الخلايا البدائيه. الفلاجيلا موجوده بس في بعض انواع الخلايا زي السبيرم، بعض الخلايا البدائيه بتتحرك لكن مش موجوده في معظم الخلايا اصلا. لكن البلازما ممبرين موجود في كل انواع الخلايا. طيب phospholipids are not a major component of which of the following. هو هي بيسألني على الفوسفوليبيدز، احنا جبنا سيرة الفوسفوليبيدز دي فين؟ فاكرين واحنا بنتكلم على السيل ممبرين لما قلنا ان السيل ممبرين الميجور كومبوننت بتاعه كان الفوسفوليبيدز؟ هو في الحقيقة هنا بيسألني، قال لي على الفوسفوليبيدز وبيسألني على الممبرين، يعني هو عايز يقول لي مين في دول ما عندوش ممبرين؟ ما هو لو ما عندوش ممبرين الفوسفوليبيدز مش هيكون ميجور كومبوننت ليه. فمين في دول يا شباب ما فيش جواه ممبرين؟ مين في دول مش مصنوع من الفوسفوليبيدز؟ تعالوا نشوف. يعني نبدا من تحت. الاندوبلازميك ريتيكولم فيها ممبرين؟ فيها ممبرين، سمع قلنا ان هي اصلا عباره عن نتورك اوف ساكس. الميتوكوندريا ممبرين دبل ممبرين. البلازما ممبرين ابو الفوسفوليبيد كله. الجولجي بودي قلنا ده اللي هو جروب اوف فلاتين ساكس. طب السيل وول؟ لا السيل وول مفيش فيها ممبرين، طبعا هي حاجه غير الممبرين، مفيش فيها ممبرين وهي نفسها مش مصنوعه من الفوسفوليبيدز، بل السيل وول ما تكون مصنوعه من ماده اسمها السيليولوز في معظم الخلايا او الكيتين او حاجات تانيه. تمام. يبقى الفوسفوليبيدز not a major component of which of the following cell wall. الفوسفوليبيدز كنايه عن الممبرين. تمام. all of the following structure include membrane except مين في دول ما عندوش ممبرين؟ مش عارف ليه دايما يجيبها لنا اول واحده. النيوكليولاس ما عندهاش ممبرين، كانت واضحه وصريحه جمله هناك. طيب النيوكليير انفلوب ده عباره عن ممبرين. الميتوكوندريا او كلوروبلاست دبل ممبرين. الاندوبلازم ريتيكولم عندهم ممبرين. اسئله النهارده سهله. كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. المره الجايه ان شاء الله نكمل في موضوعنا. قبل ما اسيبكم عايز اقول لكم يعني شدوا حيلكم، اسمع الفيديو بتركيز. الفيديو طويل عليك، حاول تقسمه انت اكتر من كده، اقسمه واسمعه على مرتين، بس اظن مش مستاهل قوي على حسب استيعابك وتركيزك. ورقتك وقلمك معاك، وسام الناس اللي معاها المذكره القلم بتاعك معاك وعمال تاخد النوتس، تكتب ملاحظاتك، الكلمه الصعبه تترجمها بالعربي. ليه شرحنا دي كده؟ علشان لما تيجي تذاكر بعد كده لوحدك تلاقي الامر سهل، ما تحتاجش انك ترجع للفيديوهات. حاجه اخيره، لقيت اي حاجه صعبه معاك في اللي احنا شرحناه، حاجه صعبه معانا في الاسئله او في اسئله الهومورك، كل حصه او كل فيديو هنشرحه في الشرح هيكون مقابل لملف في الهومورك تحله. فلقيت حاجه صعبه معاك في الشرح في الهومورك، لقيت حاجه صعبه معاك قدامي وانت بتشوف اسئله الاي اس تي في المراجعه مش فاهمها، ما تترددش ابدا انك تبعت لي تسالني، سواء من خلال الابلكيشن هنا، ابعت لي على الواتس رقمي معاكم. في كل الأحوال إن شاء الله هرد عليكم، حتى لو اتأخر شوية في الرد، لكن إن شاء الله في أسرع وقت هشوف فيه الرسائل بتاعتكم هرد عليها باستمرار. بالتوفيق يا شباب، ونشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.